ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل بقى ايه، شويه قراقيش كده، تبقى كده مع الفطار كده، مع كوبايه ايه نسكافيه كده ولا شاي ولبن، حاجه كده عظمه. معايا كيلو دقيق، كيس خميره، كيس لبن نيدو، كيس بيكنج باودر، معلقتين شمر على ينسون، معلقتين كبار سمسم محمص، ذره بسيطه من الملح، معلقه ونص من السكر. تمام. معانا كمان الزيت، وهنعمل طبعا اول حاجة الاختبار بتاع الخميرة. بتحطي معلقة سكر زي ما انت شايفة كده، وبتحطي معاها الخميرة، كيس الخميرة. ده لازم اساسي في اي معجنات تعمليها، لازم الاول تعملي الاختبار بتاع الخميرة. تمام. صلوا على سيدنا محمد كده، وحطي لايك واعملي سبسكرايب للقناة. هنا ده فنجان صغير من المية الدافية. هنديه تقليبة كده زي ما انتوا شايفين، وهنغطيه بقى بالطبق كده، اي حاجة تغطيه بيها وتسيبيه 10 دقايق بالظبط. خلاص. بعد بقى ما عملنا اول خطوة دي، خليكي كده معايا خطوة خطوة، هتطلعي شوية قراقيش عظمة احلى من بتاعة المحلات. تمام. هنجيب بقى الايه الطبق، ونفتح بقى ايه كيس الدقيق ده مقدار كيلو زي ما انتوا شايفين. على فكرة نوع الدقيق ده في المخبوزات وفي الكيك او الكلام من ده، ما شاء الله حلو يعني، بيدي نتيجة حلوة. تمام. هنفضي بقى كل الكيس ده كده زي ما انتوا شايفين. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ اللي احنا الاول، بصوا، كيس اللبن النيدو ده انا جايباه ب5 جنيه. انا بقول لكم كل الخطوات بالتكات بالظبط عشان المقادير تطلع معاكم ايه كويسه. ده حوالي ب5 جنيه، ده لبن نيدو سايب. خلاص. هنحط كمان كيس البيكنج باودر، هنحطه كامل كله. وكمان هنحط المعلقه ونص سكر، معلقه ونص بس، مش اكتر ولا اقل. دي معلقتين من اليانسون والشمر كبار، معلقتين كبار من السمسم المتحمص، ذره بسيطه من الملح. تمام. بعد بقى ما حطينا كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، نجيب بقى معلقة كده ونقلب الاول المكونات كده مع الدقيق عشان يتجانسوا كلهم، يعني الدقيق كله يبقى مختلط بالمكونات اللي احنا حطيناها دي. ماشي يا حبايبي. هو ما شاء الله يعني الكيلو الدقيق هيرمي معاكم يعني ايه، كمية حلوة. ماشي. الكوباية بقى دي هتعملي بيها الزيت. الزيت بقى بصوا، هو المقدار على كيلو دقيق كوبايتين زيت. بس في زيت، في دقيق قصدي بيشرب الزيت. فحتى هتلاحظوا معايا هنا وانا بشتغل، انا حطيت الاول كوبايتين، وهبدا اللي انا اعجنها، يعني زي ما اكون ابسها كده بالزيت. هتلاقوني اللي انا ايه، احتجت اللي انا احط كوبايه كمان. خلاص. هتبسيها كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما تخلي الدقيق كله يتشرب الزيت، ما يبقاش فيه دقيق ظاهر خالص. ماشي. بصوا انا هنا ايه، زي ما قلت لكم، انا اكتشفت هنا ان انا هحط كمان كوبايه من الزيت. يعني كده حطيت 3 كوبايات من الزيت. انا زي ما قلت لكم، انتي لو حطيتي الكوبايتين ولقيتيها اللي هي لمت معاكي والدقيق كله اتشارب الزيت، زي ما بنبس الكعك كده، مش بنقعد نبسه كده بالسمنه مع الدقيق لغايه ما اللون الابيض بتاع الدقيق ده بيختفي. ماشي.
خلاص. كده ما شاء الله الايه الدقيق بتاعنا اتشرب خلاص من الزيت. ولازم الزيت بتاعك يكون زيت حلو، يعني مش اللي هو بتاع التموين ده، لا، الزيت اللي هو النظيف ده الحلو اللي نشتريه عادي من المحلات. لان طبعا زيت التموين ما اعرفش، انا عن نفسي ما بحبش استخدمه في اي حاجه من المعجنات او كده يعني. خلاص. طبعا هنحط بقى ايه الخميره. هي ما شاء الله هي كده يعني اختمرت حلوه كده كده. الخميره مية مية، تقدري انك تشتغلي بيها. خلاص. هننزل بالخميره بتاعتنا كده، ونعجن برضو ايه العجينه بتاعتنا عشان برضو تتشارب كلها من الخميره. ماشي. طبعا انا لسه معايا هنا المج ده فيه ميه فتره. فانا طبعا الموبايل كان فصل معايا، فالميه الفتره دي هنعجن بيها العجينه تاني لغايه ما العجينه تبقى معاكي طريه خالص خالص يعني. ماشي. الكوبايه دي كلها احنا هنعجن بيها. خلاص. طبعا بعد ما كنت عجنت بالميه هسيبها حوالي ساعة ونص بالظبط. اول بقى ما تخمر كده وتبدأ اللي هي تعلى معاكي، نبدأ بقى اللي احنا مع بعض ان شاء الله نشكلها. وقبل طبعا ما تفتحي يعني تشوفي الخميرة بتاعتك، لازم تكوني بدأتي اللي انت تفتحي الفرن علشان ايه يسخن كده معاكي. خلاص. هنسيبها بقى كده اهوت ايه، حطيها كده في درجة حرارة كده، درجة حرارة الغرفة كده. و وبعدين بإذن الله ارجع بقى معاكم نشكل بقى ايه القراقيش بتاعتنا وحاجات. بصوا يعني التشكيل بتاعها سهل، مش حاجة اوفر يعني. ماشي يا حبايبي. وارجع بقى معاكم بأمر الله. محدش بقى يروح في اي حتة. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا يا بنات، بعد ما طبعا خمرت اهي، قعدت حوالي ايه ساعة ونص زي ما انتوا شايفين كده. هتجيبي صينية يستحسن تكون ألمونيوم مش تيفال، وتدهنيها زيت. هتاخدي قطعة كده من العجينة. ماشي. قطعة كده حلوة كده ايه مقلبظة كده معاكي. وتبداي ايه آه تظبطيها كده وتفردي بقى ايه على الرخامة كده. تكون طبعا الرخامة طبعا منضفاها مخليها زي الفل. وتبداي انك تفرديها. ماشي. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، وشاهدي كده الفيديو للاخر. بجد الفيديو هيعجبك جدا، والطريقة حلوة وسهلة وبسيطة قوي قوي، ما فيهاش اي اختراع. زي ما انتوا شايفين كده انا فردت الجزء من العجينة اللي انا خدته. وهتجيبي بقى معاكي سكينة، وتبدأي انك تاخدي تساوي بقى الجوانب بتاعتك، علشان لما تقطعي الصوابع القراقيش تبقى متساوية. يعني مبقاش واحد قصير واحد طويل، واحد مقلبز واحد رفيع، لا، يبقى متساوي كله مع بعضه. خلاص. وطبعا قبل ما تبداي تشكلي بتبقي مولعه على الفرن علشان يبقى سخن. اول ما تبداي تخلصي اول صينيه بتبداي انك تدخليه على طول الصينيه بتاعتك علشان ايه تنجزي وقتك يعني. خلاص. زي ما انتوا شايفين اهو، اول ما انا سويتها عملتها اهو. هبدأ بقى ايه اللي انا اقطعها بالسكينة. ماشي. اهي بتسويها بقى كده ايه، بتفضلي بقى ايه تسوي فيها بقى وتشيكي فيها بقى عشان تبقى ايه تبقى كلها متساوية معاكي.
ماشي. زي ما قلت لكم بقى ايه، هتبداوا بقى ايه ترصوها آه حسب بقى، يعني حسب ما الصينيه تاخد معاكي، يعني مش شرط يعني تزنقي في بعض، لا ما تخليهاش تبقى مزنقه قوي في بعض. خلاص. حطي بقى اللايك كده واعملي سبسكرايب للقناه، محدش بقى يخرج من الفيديو الا لما يحط اللايك. والكيلو ما شاء الله هيربي معاكي حلو، يعني هيربي معاكي حلو احسن حتى ما بتشتريه والله من بره، احسن وارخص، يعني هو مش ارخص قوي، يعني ما عادش ارخص قوي، بس يعني هيبقى احسن معاكي ما شاء الله في الكمية يعني. انا مدياكوا بصوا المقادير يعني بكل تكاتها عشان تطلع معاكم باذن الله مظبوطة يعني. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دايما كده تصلوا على النبي علشان ايه وانتوا بتعملوا الحاجة كده، ايه الحاجة كده يبقى فيها بركة ويبقى فيها خير يعني. عايزه اقول لكم ما شاء الله ريحتها كانت قلب البيت، حتى يعني ما شاء الله العيال ما استبروش لما بردت، لا كلوها وهي سخنه. فيعني ما شاء الله بس اهم حاجه زي ما قلت لك نوع الزيت، لان هي بيفرق طبعا. نوع الزيت لازم نوع الزيت يكون نظيف. ماشي. هكمل طبعا بقى ايه الصواني بقى ايه بنفس الشكل كده وبنفس الطريقه، مش هتختلف كتير طبعا. ماشي. وانت بتدخليها الصينيه بتقعد حوالي نص ساعه على فكره في الفرن، ما تطلعهاش قبل كده عشان ما تبقاش اخده لون من تحت ومن فوق وتبقى مش مستويه من جوه. بصوا ما شاء الله، انا دي صينيتين ماشي، دول اول صينيتين انا عملتهم، هدخل بقى اول واحده وهكمل الباقي وارجع باذن الله اوريكم بقى الشكل النهائي في نهايه الفيديو. زي ما قلت لك هدخلها لمده نص ساعه لغايه ما تحمر كده من فوق ومن تحت، وبتمسكيها كده تلاقيها ايه يعني ولا هي ناشفه قوي ولا هي طريه قوي. تمام. وهوريكم باذن الله النتيجه في نهايه الفيديو. بصوا بقى حبايبي ما شاء الله، شايفين النتيجه؟ حاجه كده عظمه يعني. بصوا نظافه، حاجه معموله في البيت بايدك، مقاديرك مظبوطه باذن الله. الطعم حكايه. بصوا ما شاء الله من تحت بقى ولا متلسوعه ولا اي حاجه. كوبايه بقى شاي كده ولا كوبايه نسكافيه، بصوا بقى حاجه كده ما شاء الله شغل فاخر من الاخر. يا رب تكون كده الطريقه عجبتكم، جربوها واكتبوا لي في الكومنتات وحطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناه، وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويا رب دايما اكون كده عند حسن ظنكم، وتكونوا بتتعلموا مني حتى لو حاجة بسيطة. بحبكم في الله، واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه.